أنا مصدوم، بجد مصدوم. بقالي سنين بحقق في القضايا وبحل أعقد الألغاز، لكن اللي حصل في الفيديو اللي فات كسر قلبي. دي ورقة إجاباتكم على لغز السفنجة، شايفين إيه؟ ورقة بيضة، مفيش ولا كومنت واحد صح. معقولة يا أساطير؟ هو إيه اللي حصل؟ هل اختفى الأذكياء؟ هل الناس ما بقوش بيفكروا؟ أنا جيت النهاردة ومعايا 5 ألغاز، بس دي مش أي ألغاز، دي ألغاز تصفية العقول. لو فاكر إنك أذكى من اللي فاتوا كمل معايا للآخر، بس أنا بحذرك، اللغز الخامس هيوقف دماغك. فينك يا محقق بالطاطس؟ يا ألغاز العيون. في الصورة 1000 حكاية والمنطق فيها مدفون، خطوط بتضلل العقل بتوريك شكل تاني، لكن المحقق بالطاطس بيكشف السر الفاني. أيوة، ده وهم إدراك، لعبة ضوء وظلال، بنظرة حادة زي السيف الحقيقة بتبان. سر المهنة في النوتة دي والغموض ما بيخلص. كل لغز هقوله قدامك بالظبط 10 ثواني عشان تفكر وتجاوب قبل ما أقول الحل. جهزوا نفسكوا ويلا بينا. اللغز الأول: إيه هو الشيء اللي له أسنان كتير بس مستحيل يعض؟ قدامك 10 ثواني للتفكير. طبعا هو المشط، اللي جاوبها غلط يروح يسرح شعره أحسن له. اللغز التاني: حاجة بتطير طول النهار بس ملهاش أجنحة وبتبكي من غير عينين، إيه هي؟ معاك 10 ثواني. هي السحابة يا أذكياء، بتمشي في السماء وبتنزل مطر. اللغز التالت: إيه هو الشيء اللي كل ما زاد نقصت الرؤية قدامك؟ فكر. الإجابة هي الظلام، كل ما زاد ما بنشوفش حاجة. ودلوقتي الرابع: أنا خفيف زي الريشة، بس حتى أقوى راجل في العالم مستحيل يقدر يمسكني أكتر من 5 دقايق. أنا إيه؟ قدامك 10 ثواني. ده النفس يا بطل، كتم النفس. اوعي حد يجرب، كلنا عارفين النتيجة هي ايه. اللغز الخامس: حاجة موجودة في القرن مرة واحدة وفي الدقيقة مرتين، بس مش موجودة في الساعة خالص. معاك 10 ثواني. ركز في الحروف. هو حرف القاف طبعا، موجود في كلمة قرن مرة وفي كلمة دقيقة مرتين. وصلنا لآخر لغز، وده لغز الأساطير اللي مش هجاوب عليه. إيه هي الحاجة اللي بتسمع من غير ودان وبتتكلم من غير لسان وبترد على كل كلمة بتقولها؟ المرة دي مش هقول الحل، وقدامكم فرصة تثبتوا إن في أذكياء بيتابعوني. اكتبوا الحل في الكومنتات. أول 5 أبطال هيكتبوا الإجابة صح صورهم هتنور في بداية الجزء الثالث، وهسميهم البطاطس الأساطير. لو عجبك الفيديو اخبط اللايك 200 واعمل اشتراك في القناة عشان نكبر بيكم. سلام يا أساطير. خطوط بتضلل العقل بتوريك شكل تاني، لكن المحقق بالطاطس بيكشف السر الفاني. أيوة، ده وهم إدراك، لعبة ضوء وظلال، بنظرة حادة